مش هقول لك غير ان الويج فيكي بتجنن. صح؟ صح. بصراحة أنا جربتها من كذا مكان. آخر مكان اتنصب عليا ماديا. طلعت في الآخر اكتشفت النهاردة وبالصدفة إنها أصلا مش شعر طبيعي. مش عايزين اسامي بس. أنا أصلا مش من النوع اللي بحفظ الأسامي. بس المكان مشهور جدا ومكان في حتة كبيرة، يعني حتة في وسط تقريبا وسط البلد، من غير من غير ذكر أسماء. ولا بس المكان. بس المفروض ما كانش يحصل كده. بس انا النهارده اول مره فعلا شعر طبيعي شفته قدام عيني. شفت ناس صبغه، بيتعمل لها تركيب، اتعملت قدامي، اتعملت لي دلوقتي، كانت ليس واتعملت ويفي في دقايق، وبصمة الراس وبصمة الفينشنج الراس، الكامل اللي اتعمل كل حاجة لحضرتك. كل حاجة. أنا فعلا أنا عمري ما كنت أفكر ألبس أي بوريك فيه ألوان أصلا، بس كنت مبسوطة جدا النهاردة إن أنا حاسة إن شكلي اتغير تماما. فعلا يعني فعلا تناسب إن أكنه شعري. أنا مش هي حاسة إن أنا شعرك، هو لابسة فعلا هي شعري. شعرك. أنا أول ما حتى لبستها قلت شعري. الفينش بتاع حضرتك واللون في حضرتك قوي جدا، وحضرتك اصلا جميله وشيك قوي فيه. ميرسي لا اصلا انت شرفتينا بجد ونورتينا. انا فعلا مبسوطه جدا، ومش هيبقى اول ولا اخر تعامل، اكيد لا هاجي طبعا. تاني، لاني فعلا بعمل فتره علاجيه لشعري وقصاه، فمحتاجه ان انا ارجعه تاني، فاكيد هقعد فتره طويله البس بوريك، فاكيد هاجي تاني اغير. واكيد دايما مع حضرتك وفي خدمتك في اي وقت بجد. ميرسي عليك. شرفتينا ونورتينا جدا. العفو عليك.